في حقيقة لازم نعترف بيها. كبار السن أكتر ناس معرضين لعمليات الاحتيال الإلكتروني. السبب؟ إنهم ساعات مش متعودين على التكنولوجيا، وده بيخليهم يصدقوا رسائل أو مكالمات ممكن تبان عادية. المحتالين بيستغلوا ده ويبعتوا رسائل تقول مثلاً مبروك كسبت جايزة حسابك في البنك، اتقفل، ابعت بياناتك دلوقتي. وفي لحظة ممكن الضحية يدي معلوماته البنكية أو حتى يحول فلوس. عشان نحمي أهلنا الكبار لازم نعلمهم شوية قواعد بسيطة. ما يشاركوش أي بيانات بنكية أو أرقام بطاقات على التليفون أو الإنترنت. ما يدخلوش على لينكات مش واضحة، ويتأكدوا من أي مكالمة جاية باسم البنك أو شركة. كمان مهم إننا نفضل دايما معاهم، نراجع معاهم الرسائل والمكالمات الغريبة، ونعرفهم إن البنك الحقيقي عمره ما هيطلب كلمة السر أو أرقام سرية. لو عندك أب أو أم أو حد كبير في العيلة، كلمهم بلغة بسيطة ووضح لهم المخاطر، لأن توعية صغيرة ممكن تحميهم من خسارة كبيرة. وفي الآخر متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن الحماية الإلكترونية، وسيب لنا في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن أي نوع من الاحتيال.